أهلا وسهلا بيكم يا أحلى وأجمل متابعين. أهلا بيكم في قناتكم نونا والحكاية، مع قصة وحكاية جديدة ممتعة جدا وجريئة جدا. بتمنى تكملوها لحد الآخر. وقبل ما أبدأ يا ريت تنزلوا دلوقتي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. أنا نور، متجوزة من 5 سنين، وجوزي بيشتغل في الخليج. بينزل أجازة كل كام شهر وسايبني في شقتنا هنا. المنطقة هادية والعمارة كلها ناس محترمة، أو ده اللي كنت فاكرة. بس جارتي اللي شقتها بتفتح على نفس منور أوضة نومي كانت حاجة تانية خالص. كل يوم بالليل وتحديداً بعد الساعة 1 كنت بسمع أصوات ضحك عالي، حركات غريبة، وكلام مش مريح خالص. في الأول قلت يمكن بتتفرج على فيلم، بس الموضوع كان بيتكرر وبقى مزعج جداً. قررت يوم أتصرف. طفيت نور أوضة النوم وفتحت شباك المنور بهدوء علشان أسمع وأفهم في إيه. وقفت أسمع، واللي سمعته خلاني جسمي كشعر. كانت بتتكلم في التليفون، كلام كله إثارة وتلميحات غريبة، بتضحك بصوت عالي كأنها بتغري حد. فضلت واقفة مذهولة ومش قادرة أصدق إن ده بيحصل حرفياً على بعد 2 متر مني. تاني يوم الصبح قابلتها صدفة وهي طالعة. كنت متوترة بس حاولت أتصرف طبيعي، وهي كمان اتكلمت عادي كأن مفيش حاجة. بس أنا كنت شايفة في عينيها نظرة مش طبيعية، فيها حاجة غريبة، كأنها كانت عارفة إني سمعتها. الموضوع موقفش، بالعكس بقيت كل يوم أسمع أصوات أكتر، وبدأت أشك إنها مش لوحدها في الشقة. وكل ما أحاول أفتح شباك المنور أو أركز أسمع خبط كأن حد أخد باله. عدى أسبوع وقررت أحكي لأختي. قالتي بوضوح: خدي بالك، ممكن تكون بتستقصدك أو حتى بتستفزك. سكت شوية، لكن الفضول كان بيقتلني، لحد ما قررت أعمل حاجة غريبة. ركبت كاميرا صغيرة جدا وعلقتها عند شباك المنور من جوه أوضتي، مش علشان أصورهم، بس علشان أعرف الأصوات دي جاية منين بالظبط. وسبتها شغالة يومين كاملين، وبعدها بدأت أتفرج. لقيت حاجة غريبة جدا. الست بتقف قصاد المنور، بتتكلم بصوت عالي وبتضحك وبتتصرف كأنها بتمثل، وكأنها عايزة حد يسمعها. بس الأغرب إن يوم من الأيام لقيتها باصة للشباك بتاعي، وابتسامة خبيثة قالت: أكيد جوزك سايبك لوحدك علشان كده بتتسلي بجسسك على غيرك، بس خلي بالك اللي بيدور ورا الناس بيتيسع. قفلت الفيديو وأنا قلبي بيخبط من الرعب. هي عارفة إني كنت بتجسس، بس إزاي؟ هل في كاميرا عندها؟ هل كانت شايفاني؟ ومن اليوم ده وهي بدأت تطلع من شقتها في أوقات غريبة، تكلمني كلام مبطن. وفي مرة قالت لي قدام السكان اللي شباكهم مفتوح على المنوار بيبقوا دايما سامعين أكتر من اللازم، وده مش في مصلحتهم. رجعت البيت وقررت أقفل شباك المنوار للأبد، وابعت لجوزي وأقول له إني مش مرتاحة ومحتاجة أروح عند أهلي. لكن قبل ما أعمل كده لقيت ظرف صغير على باب شقتي. فتحته، كان في ورقة مكتوب فيها بخط إيد: ما تقفليش الشباك، إحنا لسه ما بدأناش. فتحت شباك المنور وأنا قلبي بيدق بسرعة. كنت حاسة إن في حاجة غريبة، حاجة مش مريحة، بس فضولي خلاني أكمل. وقفت في الضلمة مستنية أسمع الصوت تاني، وفعلا سمعت صوت أنين خافت كان جاي من الشباك المقابل، من أوضة جارتي. بس المرة دي الصوت مختلف، مش زي اللي كنت بسمعه قبل كده. كان في نبرة وجع، حقيقي وجع. قربت وفتحت الشباك أكتر وأنا مش قادرة أهبي رعشة إيدي. لقيت الشباك قدامي مفتوح برضو، والست دي قاعدة على الأرض بتعيط. الصدمة إن ما كانش في حد معاها. اللي كنت بسمعه كل يوم ما كانش من حد معاها زي ما كنت فاكرة. فضلت أراقبها من بعيد، وحسيت إني داخلة في حكاية أكبر من مجرد أصوات. البنت كانت بتكلم نفسها وتقول كلام يوجع القلب: أنا مش قادرة أعيش كده، كل يوم نفس الوجع، كل ليلة نفس الذكرى. أنا اتشليت. هي كانت بتتكلم عن جوزها اللي مات في حادثة من 2 سنين، واللي كانت دايما بترفض أي حد يقرب منها من وقتها. طب إزاي؟ الصوت اللي كنت بسمعه مش صوتها بس، كنت بسمع زي صوتين. قررت تاني يوم أكلمها، أشوف الحكاية بنفسي. رحت خبطت على بابها وابتسمت أول ما فتحت لي، بس وشها كان عليه هم سنين. قعدنا نشرب شاي وبدأنا ندردش، وبدون ما تسأل قالت لي: انتي شكلك سامعة الصوت اللي بيجي بالليل؟ قلت لها وأنا بحاول أكون لطيفة: بس بصراحة ما كنتش فاهمة هو منين.
خفت يكون في حاجة مزعجاكي. ابتسمت ابتسامة حزينة وقالت لي أنا اللي مزعجة نفسي يا هدور. كل ليلة بقعد أكلم جوزي وكأني بكلمه بجد، بفتكر أيامنا مع بعض، صوتي وصوته اللي في خيالي بيملوا الأوضة. أنا اتخضيت، يعني هي بتتكلم مع نفسها وبتتخيل ردوده لدرجة إن صوتها بيتغير؟ قالت لي ممكن تفتكريني مجنونة، بس هو ده اللي مخليني عايشة، بحس إنه لسه موجود، لسه سامعني. في اللحظة دي حسيت إني ظلمتها، أنا اللي كنت بفتكر حاجات تانية، وهي كل اللي كانت بتدور عليه هو شوية دفء وسط الوحدة اللي قتلاها كل ليلة. من اليوم ده بقيت أتعمد أفتح شباكي في نفس الوقت، مش علشان أراقبها، لأ، علشان أحس بيها وأدعي لها وأتأكد إن في حد حاسس بيها. بس اللي حصل بعدها هو اللي خلاني أبدأ أخاف بجد. في ليلة وأنا واقفة كالعادة سمعت الصوت، بس المرة دي مش صوتها هي بس، كان في صوت راجل، صوت واضح بيقول أنا معاكي يا نسرين، بتخافيش، أنا جنبك. أنا اتجمدت في مكاني، الصوت ما كانش في خيالها بس، أنا سمعاه بنفسي. قربت من الشباك وحاولت أشوف، بس اللي شفته خلاني أصرخ. كان في ظل راجل واقف وراها، ظل واضح طويل ومبين عليه إنه مش من خيال. رجعت لورا بسرعة وقفلت الشباك، وأنا قلبي هيوقف. يعني إيه؟ ده خيال؟ ولا حد بيزورها فعلا؟ ولا في حاجة أغرب بتحصل؟ من وقتها وهي بطلت تظهر، حتى صوتها ما عادتش بسمعه، وباب شقتها بقى دايما مقفول ومنور. حاولت أعرف عنها حاجة، بس الجيران بيقولوا إنها سافرت واختفت فجأة وسابت كل حاجاتها وراها. بس السؤال اللي لحد النهاردة مش لاقياله إجابة، هو الصوت اللي سمعته في آخر ليلة كان حقيقي ولا أنا كمان بدأت أتخيل؟ وساعتها سمعت خبطة خفيفة على شباكي، فتحت الستارة بسرعة، ما كانش في حد، بس كان في ورقة متعلقة على الشباك من بره، مكتوب فيها بخط إيد ما تقلقيش يا هدير، لسه سامعين بعض. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، بس دي مش نهاية القصة، دي يمكن تكون مجرد بداية لحكايات تانية لسه مستخبية. لو حسيت إن القصة لمستك أو خليتك تفكر، ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لناس تانية ممكن تكون محتاجة تسمعه، واشترك في القناة وفعل الجرس علشان تتابع معايا كل جديد، لأن اللي جاي أقوى، وحكاياتنا لسه فيها وجع، حب، خيانة وأسرار عمرها ما كانت تتقال. استناني في الفيديو الجاي، يمكن تلاقي فيه حتة من حكايتك. أشوفك على خير. ورايا ونسيت أقول لكم إن دي قناتكم نونة والحكاية، وانتم منورينها والله.